مش لها بيت، مش ليك اهل يا بنتي. ايوه طبعا. امال ايه اللي جابك هنا؟ انت ما ينفعش كده، ما ينفعش يا كده يا ماما، انت بتعملي ده. اقعدي ساكته انت خالص. ايه ده انا جات لي رساله ان زوزو اتصلت كذا مره. ايه ده؟ دي رن عليا، التليفون كان صامت، اتصل بيها. الو. يا زوزو. ايه يا بنتي مالك، في ايه؟ خدي نفسك، طيب في ايه؟ اهدي. معلش والله التليفون كان صامت، ما خدتش بالي اصلا. ايه؟ وبعدين؟ اه. انت جايه لي؟ مش عايز تروح عند اهلك؟ ماشي يا زوزو، ماشي، مستنياكي، تمام، ماشي، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل ده مش هيتهدى ابدا، على طول كده يضربها. مش عارفه، هتيجي البيت بقى، هقول لنور ينزل عند مامته. نور. نعم يا من. نور ثواني بص. ايه في ايه؟ معلش يا نور، هغلس عليك واطلب منك طلب غريب. بخير. معلش تنزل تبات عند مامتك النهارده. ليه في ايه؟ زوزو جايه تبات عندي. زوزو صاحبتك؟ اه. ليه في ايه؟ مالك؟ جوزها ضاربها ومش عايزه تروح عند والدتها عشان ما يرميش وراها. مبهدلها خالص، بتقول مبهدله ومنهاره وبتكلمني مش عارفه تاخد نفسها حتى. معلش يا طيب نور. ماله، ماشي، مفيش مشكلة. ماشي. ماشي. طيب خد غيار بقى وانزل عند مامتك. طيب ماشي. شكرا يا نور. يا زوزو. عامله ايه منى؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ معلش تعالي. انا اسفه والله، عامله لكم ازعاج. لا منوره، تعالي تعالي، ما تقوليش كده. هاتي ما يهمكيش. تعالي يا زوزو اتفضلي. معلش منى، حقك عليا والله. لا يا انت حبيبتي ولا عارفه ما يهمك. عنديش مكان تاني يا بابا. مش عايزه اروح عند ماما عشان كل مره بيجي وماما تقول لي مشي روحي معاه، وانا مش عايزه يحصل كده المره دي كمان. ده مش بني ادم خالص يا منى. ده ضربك في عينك ولا ايه؟ بصي عينك حمرا ازاي. حسبي الله ونعم الوكيل. هو كده. قطع ايده. معلش انا هتقل عليكي النهارده بس، وبكره ان شاء الله هنزل اشوف شقه كده ايجار. لا ما تقوليش كده، انا نزلت نور يبات عند ماما. لا كتر خيره ان هو نزل اصلا، انت عارفة والله نور، انا انت كنت محرجه منه قوي. لا انت 10 سنين يا زوزو، ما تقوليش كده، انت اختي يعني ما فيهاش حاجه. انا عارفه انتوا اخواتي، بس برضه عشان ما بقاش تقيله عليكم. ان شاء الله بكره الدنيا تتظبط كده وهنزل اشوف حته اقعد فيها. عارفه هو مش بيحب نور، لو بيحب نور كنت خليته يكلمه، ما بيطقوش لا، عشان دايما بيجي عليه. مش عايزاه يكلمه ولا عايزه يحصل ما بينهم اي لقاء، هو حلو قوي عليه كده. طب وعيالك يا بنتي؟ انا هعرف اجيبهم يا منى. ربنا يهدي الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا نور؟ ازي الحال يا ام؟ الحمد لله. عامله ايه؟ بخير. ايه اللي نزلك متاخر كده؟ لا ما انا هونسك النهارده، هبيت معاك. ليه زعلت انت والبت ولا ايه؟ لا مفيش ما حاجه. يتبالي منكده عليك. لا يا امي مفيش حاجه. امال في ايه؟ دي واحده صاحبتها متخانقه مع جوزها وجايه تقعد معاه. نعم. هي فينا من الكلام ده ولا ايه؟ صاحبتها جايه تبات معاها هنا؟ ليه ناس اللي معاها راجل؟ ما انا في صرفه يا امي اهو، لو مفيش صرفه ما كانتش باتت معاه، انا نزلت عندك اهو. لا يا حبيبي، فتحت لها الباب النهارده، بكره هتيجي، كمان شويه هتيجي، هتفضل قاعده لبدالها. ما هي البت ملهاش مكان تاني تروح فيه. ليه ملهاش اهل؟ ليها اهل بس ما اعرفش في ايه. لا يا حبيبي ما ينفعش الكلام ده. النهارده بس. ولا النهارده ولا بكره، انا هطلع اكرشها. لا سيبيها. بقول لك ايه يا نور، بطل الطيبه اللي فيك دي. سيبيها بس بالله عليك، خلي اليوم يعدي وخلاص، بكره بقى تبقى لو هي مطوله لحد بكره تمشي، انما هي النهارده بس. انت بارد كده ليه يا نور؟ مش بارده يا امي، ده خير. خير؟ بطل بقى اللي انت بتعمله ده، مش هينفع الكلام ده، لازم اطلع لها وامشيها البت دي من هنا. يا امي كبري دماغك. لا مش هكبر، خليك انت قاعد كده يا اخويا. اقعدي يا امي. ماشيه منى. مين؟ مش عارفه، ما نور هيفتح. ايه يا ست منى؟ ايه يا ماما اتفضلي. فين صاحبتك دي اللي هنا دي؟ ملهاش بيت ولا ايه؟ صاحبتي؟ صاحبتك اللي جايه بات عندك. في ايه ماما بالراحه؟ طيب في ضيوف في البيت، مش عيب عليكي تمشي جوزك عشان صاحبتك؟ ينفع؟ طب انا في دقيقه اعمل ايه طيب؟ لا صاحبتك لها اهل تروح عندهم يا حبيبتي. مش هينفع الكلام ده، ده بيت ابني مفيش حد يخش غريب.
عندك حق طن، انا اسفه عملت. لا يا زوزو ما ينفعش تمشي والله. لا مش هينفع منها. ده بيتي يا زوزو. انا عايزه اسال سؤال، هي مش لها بيت، مش ليك اهل يا بنتي؟ ايوه طن. امال ايه اللي جابك هنا؟ انت ما ينفعش كده، مش ما هينفع ينفعش يا كده ماما. يا ماما انت بتعملي اقعد دوت. ساكته انت خالص. واحده جات لي في دقيقه ازاي اعمل دي كده؟ ايه اللي تجيلك فيها؟ تيجي النهارده وبكره وبعد هتقعد. مع السلامه يا حبيبتي، يلا مع السلامه. ما ينفعش كده. مع السلامه، طريق زراعي. وانت يا حبيبتي ما تمشيش ابني عشان خاطر واحده صاحبتك، ما تعدلتيش يا منى، انا اللي هعدلك خلاص، وابني بعد كده ما يطلعش من شقته. انا هكلم نور يتصرف لي. انا تصرفي يا اختي انت تعبت ونور. من العيشه دي والتحكمات دي، تعبت منها. ايه القرف اللي انا فيه ده يا رب؟ ايه العيشه دي؟ اتصرف بقى.